شفت اللي حصل في السويس النهارده؟ ما شفتش؟ تعال. الست اللي قدامكم دي سيده ومعاها 3 اطفال قاعده في الشارع في الكوثر، مرميه في الشارع بقالها 4 ايام وعفشها كله مرمي في الشارع. وراها قصه وحكايه هحكيها لكم في فيديو لوحده. وندخل بقى على شغل الاحياء ونبدا بحي الأربعين. في توجيهات مهندسه جاد احمد رئيس حي الأربعين بتكثيف جهود لرفع مستوى النظافه اليوم، قام قطاع النظافه اليوم برفع مخلفات والقمامه والرش بمقالب العشوائيه داخل الكتله السكنيه. مقلب ارض مصنع البلاط بكفر كامل خلف كليه التجاره، ارض الشباب 1 و2، ارض فضاء بجوار سوق حي الكويت، العبور بجوار مخزن الانابيب، شارع رياض، كفر احمد عبده الجديد. اهالي بورتوفيق الكرام، عندكم قطع كهرباء بكره من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 2 الظهر. الاماكن الاتيه: الجمرك، محطه الصرف الصحي، المنطقه الحره، مطافي بورتوفيق، مصلحه الكيمياء. حملات مسائيه للتصدي لظاهره النبيشه تنفيذ توجيهات المهندسه جهاد احمد رئيس حي الأربعين. قام الجهاز التنفيذي بحمله مسائيه للتصدي لظاهره النبيشه وتنظيف محيط الصناديق بشارع ماهر والنيل والمحروسه. وندخل بقى على حي عتاق، استمرار العمل لليوم السادس على التوالي بناء على تعليمات السيد رئيس الحي ومتابعه المهندس محمود علي سكرتير رئيس الحي. استئناف اعمال رفع التراكمات والمخلفات بشارع الماسوره وما زال العمل مستمر. الى جانب اعمال النظافه صباح اليوم يوم الخميس بمنطقه عرب المعمل محيط المدرسه ومدينه التوفيق البيضاء وشارع المنتدى، بالاضافه الى رفع خطوط السير اليوميه. ندخل بقى على حي الجناين، اعمال نظافه ورفع مخلفات قمامه ما تم من اعمال اليوم باللودر في منطقه الشلوفه وابو شحات، رفع مقالب وصناديق الزباله. عايز اقول لكم النهارده حي فيصل كان عامل مجهود عظيم على مستوى النظافه داخل الحي. النهارده اكتر من 7 أو 8 اماكن تم عمل نظافه فيهم، عمل نظافه مكثفه. ومن خلال صفحتي الصغيره عايز اشكر السيد اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس. الواحد بجد مش عارف يقول لي سيادتك ايه. الف شكر، واحنا كلنا عاجزين عن الشكر لسيادتك، محافظ بدرجه انسان. النهارده كان في شغل عظمه جدا في حي فيصل، انا بشكرك وبشكر السيد العميد محمد خيري. وزي ما حضراتكم شايفين الرجاله عامله شغل عظمه في الشارع مكبس شارع العريس. وده شغل تاني النهارده امام المركز الطبي باكتوبر. والصوره دي تحت سور الجامعه في مستقبل 2، وزي ما انتم شايفين الصوره قبل وبعد. ودي مجموعه صور النهارده كمان في مستقبل 1 ومستقبل 2 قبل وبعد. اما بخصوص الصور دي الشكوى اللي نزلت في فيديو عماره 8 الف بمستقبل 1 تم عمل اللازم النهارده. ودي شكوى كمان النهارده من ابراج السحاب زي ما انتم شايفين كده المنظر قبل وبعد. والخبر ده من صفحه حي عتاق. قام رجال اداره المرافق العامه بالحي النهارده يوم الخميس متابعه اصلاح كسر ماسوره مياه بشارع الامام احمد بن حنبل السلام 2.